رغم وعوده البراقة للملايين من البسطاء قبل تنصيبه، إلا أن السيسي شن حربا ضروس على ملايين الفقراء ومحدود الدخل منذ اعتلائه كرسي الرئاسة بشكل يتطابق مع تصريحاته النارية عن عذاب السيسي الذي وعد به في التسريبات التي بثتها له شبكة رصد الإخبارية. أصدر السيسي عقب تنصيبه مجموعة من القرارات التي أجهزت على ما تبقى من قوت الفقراء، لعل أبرزها رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز، وخفض الدعم عن السلع التموينية، وخفض ميزانية تنمية الصعيد وإسكان الشباب والصحة والتعليم وألبان الأطفال في الموازنة الجديدة، في مقابل رفع ميزانية الجيش والشرطة والقضاء. احتراف العسكر في إذلال الشعب المصري ليس بجديد، فهو نفسه الذي نفذه حفنة من الضباط الشباب في انقلاب عام 1952 حينما زعموا أنهم جاءوا لرفع الظلم عن كاهل الشعب الذي سرقت الملكية خيراته، ثم فعلوا أبشع مما فعلت الملكية من سرقة لمقدرات الوطن واضطهاد للمعارضين وفتح أبواب المعتقلات على مصراعيها ووضع مصر في سجن كبير، واختتموها بنكسات وحروب قضت على ما كان في تلك البلد من خيرات. بعد ذلك جاء عصر مبارك والذي أمعن في إذلال الشعب المصري طوال 30 عاما، فأهلك الحرث والنسل، وجعل أكبر أمنيات المواطن المصري أن يحصل على فرصة عمل لأبنائه أو أن يجد قوت يومه، ناهيك على أن يفكر في مصطلحات مثل الكرامة أو حرية الرأي والتعبير. الأمر نفسه الذي فطن إليه السيسي بعد عام من الديمقراطية الحقيقية في عهد أول رئيس مدني منتخب، فأمعن في إذلال الناس بحزمة من القرارات التي ذاقوا ويلات بعضها، وما خفي كان أعظم. فحول المواطن الذي كان يتظاهر من أجل الحصول على حرية بلاده وتطهير مؤسساته من الفساد ورفض الهيمنة الأمريكية والتطبيع مع الصهيونية إلى مواطن كادح يجاهد من أجل استخراج بطاقة التموين للحصول على الخبز أو العمل ساعة إضافية من أجل سد عجز ارتفاع أجرة المواصلات أو تدبير الأموال من أجل شراء سكر أو زيت بعد أن كان يحصل عليهم بسعر مخفض، أو دفع رشوة لتوفير فرصة عمل لأحد أبنائه بعد هروب المستثمرين من البلاد التي طالما وصفها قادة الانقلاب ببلاد الإرهاب كذبا وزورا. والسؤال هنا: هل سينجح السيسي في مخطط كسر الشعب المصري وتضييق الخناق عليه من أجل الحصول على لقمة العيش لمحو مفهوم الثورات من ذاكرته، أم أن الضغط المتولد عن تلك المعاناة سيخلق ماردا يسحق كل من فكر يوما في إذلاله كما حدث في 25 من يناير؟